أهلا وسهلا بالجميع. بهذا الفيديو راح نتكلم عن أعراض وعلامات اللي تظهر عند الإصابة بسرطان الثدي. معظم حالات سرطان الثدي لا تظهر عليها أعراض، وإنما يتم اكتشافه من خلال فحص الثدي بالأشعة السينية الماموغرافي، وممكن يتم الفحص أيضا بالرنين المغناطيسي MRI. ولكن هناك أعراض قد تكون مرتبطة بالسرطان، وهواية يسألوني عن هاي الأعراض: دكتورة بيه سرطان ثدي لو لا؟ فمن خلال هذا الفيديو راح أشرح لكم عن الأشياء اللي ممكن تلاحظوها، اللي هي أكثر شيوعًا، واللي هي وجود كتلة في الثدي، ويمكن أن تتواجد هاي الكتل بأي جزء من الثدي. بأغلب الأحيان يظهر سرطان الثدي بالربع الخارج العلوي على كلا الجانبين، ولكن هذه التشوهات والكتل يمكن أن تظهر في أي مكان، وقد تكون هاي الكتل مؤلمة أو غير مؤلمة، ولكنها في أغلب الأحيان تكون غير مؤلمة. لكن إذا أكو ألم يفضل إنه نعمل فحوصات ونتأكد. وهاي الكتل ممكن تكون ناعمة وغير منتظمة، وممكن أن تتحرك بسهولة أو يكون من الصعب تحريكها في الثدي. حتى لو كانت نتيجة أشعة الثدي سليمة، لازم هاي الكتل تنفحص، وممكن تكون كبيرة أو صغيرة، وممكن تكون أكثر من كتلة بالثدي، وممكن تحدث بثدي واحد أو اثنيناتهم. حتى لو كان عمرك صغير أقل من 18 سنة، لازم تفحصين يم طبيب، لأنه ممكن تكون مرتبطة بأنواع أخرى من السرطانات مثل الأورام اللمفاوية وغيرها. من أعراض سرطان الثدي أيضًا هو حدوث تغييرات في الجلد، يكون الجلد مجعد ومسحوب، وممكن يصاحبها تقشر أو جفاف بالحلمة أو جلد الثدي. أما الأعراض اللي ممكن يشوفها بالحلمة، يمكن أن تتراجع الحلمة وتكون مسحوبة للداخل ويتغير اتجاهها، قد تكون للأعلى أو للأسفل أو مسحوبة للداخل. وممكن تلاحظين إفرازات تخرج من الحلمة، قد تكون شفافة أو دموية، وغالبا ما يكون من جانب واحد. أما إذا كان بكلا الثديين، ممكن تكون تغييرات هرمونية، مثلا التغيرات الهرمونية اللي تصير ما بعد الولادة أو أثناء الحمل أو أثناء الدورة الشهرية. بس إذا كانت من جانب واحد لازم تراجعين الطبيب. أما بالنسبة للألم، يعتقد الكثير من الناس أنه سرطان الثدي غير مؤلم، لكن هو بالحقيقة ممكن يكون مؤلم أو غير مؤلم. أما الشي الأخير اللي حابة أحكي لكم عنه هو الغدد اللمفاوية اللي تقع في الإبط تحت الذراع. إذا حسيتي أكو كتلة تحت الإبط حتى لو ماكو شي بالثدي، لازم تسوين فحوصات. أما الأعراض الأخرى اللي تظهر بالجسم عند الإصابة بسرطان الثدي المتقدم، يشعر الشخص المصاب بتعب شديد أو آلام بالعظام ما حاسين بيها قبل. هاي ممكن تكون إشارة لانتشار السرطان. وأيضا من الأعراض هي الغثيان والتقيؤ واليرقان، يعني أبو صفار، يمكن تكون علامات الإصابة بسرطان الثدي المتقدم. وأكو عدة أعراض أخرى، لكن حكيت لكم الأعراض اللي هي أكثر شيوعا. وسلامتكم، أشوفكم بالفيديوهات القادمة.